يوجد كائنات غيرنا وغير الجن والملائكة في الكون؟ فلنعلم أن القرآن الكريم أشار إلى ما يلي. أولا، وجود كائنات حية غير الإنس والجن والملائكة في الكون، وهي كائنات مجسمة، ومنها المؤمن فيسجد لله، ومنها من يفسد ويسفك الدماء. ثانيا، القرآن يشير إلى وجود 7 أراضين مثل أرضنا في الكون تعيش عليها تلك الكائنات. ثالثا، القرآن الكريم يؤكد وجود الحياة النباتية في السماء ووجود الشمس والماء. رابعا، القرآن يشير إلى احتمال الاجتماع بتلك الكائنات قبل يوم القيامة. خامسا، القرآن يشير إلى احتمال حدوث اتحاد بين الإنس والجن وعلومهما من طرف، وحدوث معركة في الكون تجمع بينهما في طرف واحد ضد الكائنات الأخرى، فتستعمل في هذه المعركة أسلحة نارية قريبة من القنابل النووية وأسلحة مصنوعة من النحاس. والغريب أن القرآن يكشف نتيجة المعركة مسبقا، حيث يخبرنا أن النصر سيكون حليف تلك المخلوقات، وهذا يعطي إشارة أنها أكثر تطورا وقوة من الإنس والجن مجتمعين. وقبل الخوض في التفاصيل أنوه إلى ما يلي: أن نفرق بين تفسير القرآن والمفسرين من جهة، وبين القرآن نفسه من جهة أخرى. فالتفسير هو على الأغلب اجتهاد أشخاص في فترة ما من الزمن، قد يصيب وقد يخيب، وكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب ذلك القبر محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن حمل على وجوه، فاحملوه على أحسن وجه، والقرآن متولد المعاني ولا تنقضي عجائبه مع الزمن. الآن لنشاهد الحلقة. أولا وقبل كل شيء، علينا أن نعلم أن لفظة الدابة عندما تقرأها في القرآن فإنها تتحدث عن غير الملائكة والجن، لأن الملائكة مخلوقات نورانية، أما الجن فهو مخلوق من نار، أما الدابة فهي مخلوقة من ماء، لقوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4، يخلق الله ما يشاء. وانتبه إلى كلمة كل حتى لا تستثني أي دابة كونها خلقت من ماء. وبعد ذلك اقرأ الآية الكريمة: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. ماذا تستنتج الآن؟ فإذا علمنا أن الدابة هي كل ما يدب في الأرض أو عليها من إنس وحيوان، فما هي الدابة في السماوات إذا لم تكن ملائكة ولا جن؟ وانتبه إلى قوله تعالى: يخلق ما يشاء، فما يدب على الأرض التي نعيش من إنس وحيوان شيء مفروغ منه. ولكن لماذا لا نتدبر في تكملة الآية في قوله تعالى: يخلق ما يشاء، وكذلك ويخلق ما لا تعلمون؟ والقرآن يشير إلى أن تلك الدواب كائنات ساجدة لله، وهي شيء غير الملائكة. اقرأ معي هذا النص: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وتم ذكر الملائكة هنا بشكل منفرد حتى تعلم أن الملائكة شيء مستقل غير الدابة. فإذا كان في السماوات كائنات تسجد غير الملائكة فما هي؟ وعلينا أن نعلم أن القرآن قال لنا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمثلا القرآن يشير إلى وجود دابة حتى في كوكبنا الأرض، ولا نعلم مكانها إلا كعلامة من العلامات الكبرى ليوم القيامة، وهي دابة متكلمة مؤمنة، وترى ذلك عندما تقرأ الآية الكريمة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فإذا ما زلنا نجهل أين هذه الدابة، وهي موجودة الآن في مكان ما من الأرض، بدليل قوله تعالى: أخرجنا لهم دابة، وليس خلقنا، فهي موجودة ولكن لم تؤمر بالخروج لنا، فإذا لا نستغرب أن توجد دابة في السماوات. هل تعلم أن القرآن يشير إلى إمكانية أن تجتمع دواب السماء مع من في الأرض؟ وليس بالضرورة أن يكون ذلك في الآخرة، فقد يكون الأمر في الدنيا، لأن النص يحتمل الأمرين لما تقرأ قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة.
وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الطبري في تفسيره عادة يسرد أقوال من سبقوه، فمما ذكره في تفسيره أنسخه بالحرف وأضعه بين قوسين، فيقول ناقلا أحد الآراء: وما بث فيهما من دابة، يعني وما فرق في السماوات والأرض من دابة. فما تلك الدابة التي في السماء؟ وتلك المخلوقات كائنات عاقلة مؤمنة ومجسمة، ليست كائنات فيروسية، لأن الله تعالى يقول بسياق الحديث عن العقلاء: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وما زلنا نتحدث عن كونها في كل من السماوات والأرض، وحرف من يستخدم في اللغة العربية للدلالة على العاقل، وكلمة وظلالهم كلمة تشير لوجود شمس تصنع الظلال عندهم، فظلهم يتحرك بحركتهم كلما سجدوا أو ركعوا لله سبحانه. والكلمتان بالغدو والآصال دليل على وجود ليل ونهار عندهم، كذلك لينتج منه غدو وآصال، وهي تعني الصباح والمساء. وبما أنهم كائنات عاقلة تتحرك، فهناك ماء، لأن الله تعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ولما تقرأ قصة الملائكة وحوارها مع ربها، فهي تتوقع من الإنسان أن يسفك الدماء ويفسد في الأرض، قياسا على ما رأت من مثال مسبق مما كان يدب في الأراضين الأخرى من مخلوقات مائية. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالملائكة لا تعلم الغيب، فكيف لها أن تتنبأ بمواصفات الإنسان وما سيفعله في الأرض؟ لماذا هم متأكدين أن هذا المخلوق سيفسد ويسفك الدماء؟ فيا ترى هل لتلك المخلوقات مكونات تشبه الإنسان من دماء يجري في عروقها فيسفك، وفساد يدب بين بعضها فينتشر؟ والقرآن الكريم يشير إلى وجود كائنات نباتية في أراضين الكون الأخرى، لما تقرأ قوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. والخبأ هو النبات، لأن الحبة تختبئ في الأرض ثم تخرج زرعا، أي أن الله أخرج النبات في الأرض وكذلك أخرجه في السماء، ومعنى هذا وجود الحياة النباتية فيها. وأما الآية التي أشارت إلى وجود الأراضين السبعة، وأن أمر رسالة الله تتنزل بين جميع تلك الأراضين، فتقرأها هنا: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد نقل الطبري قائلا عن قتادة قوله: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، خلق 7 سماوات و7 أرضين، في كل سماء من سمائه وأرض من أرضه، خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه. أما عن الحديث عن المعركة الكونية في المستقبل فاقرأ: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآية تتكلم عن معركة ممكنة الحدوث في المستقبل يتحد فيها الإنس مع الجن، وهما يحاولان النفاذ من أقطار السماوات والأرض. أما عن محاولة النفاذ من أقطار السماوات والأرض، فالجن هو صاحب السبق بهذا، وله خبرة بهذا المجال من قبل أن يكتشف الإنسان الصاروخ الفضائي. فيقول الله تعالى عن تاريخ الجن وخبرته في النفاذ إلى أقطار السماء متحدثا على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ثم تتحدث الآية عن نوع السلاح الذي سيواجههما: هناك شواظ من نار، شيء يشبه القنابل النووية مثلا، الله أعلم، فقد يكون أكثر تطورا. ثم سلاح مكون من نحاس، فما هو ذلك السلاح؟ والخلاصة الهزيمة لاتحاد الجن والإنس، فلا تنتصران. الخاتمة: هذه مجرد قراءة في نصوص قرآنية،
أحب أن يشاركنا الحوار بها الجميع، وأعلم أن غيري طرق هذا الموضوع من قبل، ولكن أظن أن طرقه هنا له الكثير من الفائدة.